الإماراتي. إذا نبدأ بالحديث عن المواجهة التي جمعت طبعا الهلال السعودي والوحدة الإماراتي. يعني الهلال يقفز إلى صدارة المجموعة طبعا مستفيدا من تعادل الريان سلبا. كانت هو نادي الهلال عم يحاول يعني كان يحافظ على صدارة المجموعة. المباراة لم تكن سهلة أبدا. استغل الخطأ فادح من حارس الوحدة راشد عيسى اللي أهداه ضربة جزاء مثل ما هو ممكن عم تشوف. استغل إدواردو وسجل هدف المباراة الوحيد. كان ممكن يتحاشى ركلة الجزاء الحارس. الوحدة استحصل أيضا على ركلة جزاء أهدرت. فينا نقول أن نادي الهلال كان الأفضل بالمباراة والأكثر سيطرة. نادي الوحدة أساسا هو بالدوري الإماراتي عم بيعاني، عم يحتل مركز رابع أو خامس. بيعتمد على بعض أصحاب الخبرة كسيباستيان تيغالي وإسماعيل مطر وخورخي فالديفيا وحمدان الكمالي، إنما الفريق بمجمله لاعبين شباب. الهلال كان الأفضل واستحق الفوز، وبالشوط الثاني أهدر فرص لا تهدر، وتحديدا إدواردو يعني المهاجم الأجنبي أهدر فرصة لا تهدر في الشوط الأول. المكسب الوحيد من المباراة كان الهدف و3 نقاط. تماما. دعونا نتابع أبرز ربما التصريحات بعد هذه المواجهة. طبعا مبارك حق فريق الهلال، قول هدرك للوحدة أكيد. يعني مثل ما قلت في أكثر من لقاء قبل السابق، مثل المباريات مرحلة في البطولات الآسيوية الأشياء البسيطة هي اللي تفرق تسوي فرق. أتوقع الهلال اليوم جات ضربة جزاء توفق فيها سجلها، جاتنا الفرصة أن نرجع في المباراة ما استغليناها. ومثل هالمباريات مثل ما قلت لك محتاج النص فرصة حسب أنك أنت تسجل فيها. فريق الهلال فريق كبير يعني. اللعيبة اللي كانوا خارج التشكيلة لعيبة دوليين، واللي دخلوا بعد لعيبة دوليين، فأتوقع أن ما في ذاك التأثير. أكيد الأسامي لها وزنها، لكن يعني غياب لاعب نجم، دخول نجم من دكة الهلال، أتوقع أنه ما كان في فرق اللي تحس أن فريق الهلال كان يعاني من غياباته. كسبنا الحمد لله 3 نقاط اليوم. مباراة صعبة ضد الوحدة، مباراة بين طرفين، تقريبا ضيعنا فرص كثير. العيال ما قصروا في الزلق اليوم. والأول والأخير كسبنا 3 نقاط. الحين ننهي مباراة الوحدة ونفكر في مباراة الأهلي اللي هي إن شاء الله لو فزنا نتوج، فنكون الحمد لله على كل حال. وكسبنا 3 نقاط الحمد لله. قدمت مباراة حلوة. تغيير تكتيكي مع سلمان. تقريبا ارتحت من الضغط على سلمان. منتخب نادي فضل المدرب اليوم يريحه ونزل الشوط الثاني. الحمد لله كلنا نكمل بعض. نتحدث عن المواجهة الأخرى التي جمعت الأخوية مع استقلال خوزستان الإيراني وانتهت بفوز الأخوية بهدفين مقابل هدف واحد. يعني الأخوية المنتشي بفوزه بدوري نجوم قطر يحقق نتيجة إيجابية على أرضه طبعا. الحقيقة بحيي فريق الأخوية النهاردة على الفوز. زي ما أنت بتقولي منتشين بالفوز بدوري نجوم قطر، وصعب ان انت تسيطر على اللعيبه بعد ما بيعملوا مباراه كويسه او يحققوا بطوله. ولكن النهارده كان التركيز شديد جدا، وعلى الرغم من الظروف اللي سبقت المباراه ومن خلال المباراه ما كانش في صالحهم. ايه الظروف اللي ما كانتش في صالحهم قبل بدايه المباراه؟ هو غياب 4 من ابرز عناصر فريق الأخوية، يوسف المساكني، يوسف العربي، تشيكو. كثير من النجوم غابوا عن الفريق النهارده، والظروف اللي ما خدمتهمش اثناء المباراه كانت هي تقدم الفريق الايراني بهدف في بدايه المباراه، فريق استقلال خوزستان. ورغم ان هو كان في صداره المجموعه الا ان فريق الأخوية قدر ان هو يعود للمباراه ويفوز بهدفين. انا شايف ان جمال بالماضي عامل موسم رائع مع الفريق، توج بلقب البطوله. عارفين ان الأخوية فاز ببطوله نجوم قطر في 5 مناسبات من اخر 7 مواسم، وده شيء يحسب لهذا النادي. ايضا العرض في مباراه النهارده على الرغم من الغيابات وعلى الرغم من تفوق الفريق الايراني في بعض اوقات المباراه، ولكن يحسب الفريق انه عمل كامباك وعاد للمباراه مره اخرى وتصدر مجموعته بشكل كويس جدا. ارفع قبعه للفريق ولمديره الفني والعناصر الفريق اللي قدرت تحتل صداره مجموعه رغم الغيابات العديده والمؤثره اللي اتكلمت عنها في البدايه.